السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي وقناتكم شيوات نيت. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حلوه من الحلويات التقليديه المغربيه، المفلحه بالكاوكاو. كتجي زوينه راقيه في الشكل ولا في المذاق، بدون مرشم وسهله في التحضير. كنتمنى تكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. فضلا الى عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بلايك وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 2 كؤوس ديال العنبه. الدقيق خاص بالحلويات. قبصه ديال الملح ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي. كنزيدو واحد 2 معالق ديال الزبده، ما يعادل 60 غرام. انا استعمل زبده ديال البواطه، ممكن انكم تعوضوها بزبده سبيسيال. نرملوها مع الدقيق مزيان على هذا الشكل ونضيفوا ماء الزهر. بعد ما رملت العجينه غنجمع بماء الزهر، ولا احتاجيت كنزيد الماء عادي. نخلطها شويه بشويه، ولا خاصني نزيد كنضيف قطرات من الماء، ما نكثروش الماء باش العجينه ما تجرناش وتعذبنا من كنا نطلقوها. العجينه ما خصهاش تكون جاريه وما تكونش قاصحه. كيف ما شفتوا جمعتها والعجينه تتكون القوام ديالها قابض راسو. على هذا الشكل بحال العجينه ديال كاف غزال. كنجمعوها، ما كندلكوها ما والو، كنديروها في بلاستيك ونخليوها ترتاح. راها تتطلق راسها وتعطينا الطوع. ندوزو نوجدو العقده. عندي 500 غرام ديال الكاوكاو. انا خديت هذا الكبير، مسحته مزيان بمنديل فازك وحمرته. صافي غنطحنو في الطحانه او الهاشوار او لا اي طحانه. كنطحنو شويه بشويه، ما غنضيف له والو حتى شي حاجه. غادي نطحنو الطحنه الاولى وكنزيد كاس ديال السكر. كنزيدو شويه بشويه. بالنسبه للسكر تقدروا ديروا كاس ونصف. السكر تيبقى على حساب الرغبه وعلى حساب الذوق. تنطحنو حتى كنحصلوا العقده، ما خصهاش تكون طالقه الزيت باش ما تعذبناش في الخدمه ديالها. وكاوكاو من نحمروه نخليوه حتى يبرد عاد نطحنوه. بعد ما طحنتو تنحصلوا العقده بهذا الشكل، تكون تتعجن بحال عقده اللوز. ما تنضيفوا لها لا ماء الزهر ولا زبده، تنضيفوا لها فقط معلقه القرفه وشويه الملحه. انا تنضيف القرفه والملحه حتى لهاد المرحله. بغيتوا تضيفوها ملي تكونوا تطحنوا كاوكاو والسكر نضيفوها. صافي كندمجها حتى كتنسجم، وها هي العقده ديالي واجده. بعد ما ارتاحت العجينه كنقطعوها كويرات، كنوضعوها في بلاستيكه ونخليوها جانبا. كناخذوا منها جزء كنطلقوه باستعانه المدلك، ما نرشوش عليها الدقيق. العجينه كتكون رطبه ما تتلصقش. الا رشيتو الدقيق ما تكتروش باش ملي تبغيو تلصقوا العجينه كتلصق بكل سهوله بلا ما تحتاجوا بياض البيض. نرقوا العجينه، ناخذوا شويه ديال العقده بهذا الشكل ونحربلوها. ما نصغروهمش وما نديروهمش غلاط باش ما تجيش الحلوه غليظه وما تجيش صغيره. كتجي متوسطه كتكون زوينه. كما تلاحظوا العقده ناجحه، ما تتلصقش على سطح العمل وما تتفرتتش. تنشكلوها كما بغينا، نوضعوها في وسط العجين ونلفوها. نحاولوا نزيروا باش ما نخليوش الهواء في الداخل. صافي كنقطعوا ونسدوا الملاقيه باش ما تحلش لينا فوق الطياب. كنقادوها مزيان من الوسط ومن الجوانب حتى كنحصلوا على قياس واحد. كناخدو موس يكون حاد. بغيتو تقطعوا بالشفره ديال الحلاقه او لا غير بموس يكون حاد. نميلو يدينا في التقطاع وكنقطعو 6 شراطي. مره تندير 6 ومره تندير 7 شراطي. ممكن ديروا حتى 8 الا بغيتوهم يجوكم كبار. بغيتوهم يجوكم صغار من هكا ديروا 5 شراطي.
الجوانب اللي كنقطعو من العجينة ما تتلصقش نهائيا في العقدة. العجينة كنديروها مع العجينة والعقدة كنديروها مع العقدة. التشكيل ديالها ساهل ودغيا كتوجد. كنديرو الاصابع ديالنا في الدقيق وكنضغطو شويه من الوسط، نميلو الاطراف، جهه كنردوها اليمين وجهه كنردوها اليسار على هاد الشكل. المنظر ديالها تيجي جميل. كنتمنى الصوره تكون واضحه. نفس الشيء نضغط من الوسط ونقادو القناة. كنستمر بنفس الطريقه حتى تنكملوا الكميه كامله. صافي درتهم صفيحه الفرن اللي مفرشه بورق الطبخ. ندخلوها الفرن اللي ما يكونش سخون مزيان، نطيبوها على نار متوسطه تتحمر لنا شويه من تحت، ما طيبوهاش بزاف تبقى لينا بيضه وطايبه في نفس الوقت. ومباشره وهي سخونه ندهنوها بالناباج. بغيتو تعسلوها في العسل كيبقى لكم الاختيار. انا ما بغيتهاش تجي حلوه، اكتفيت بالكاس ديال السكر اللي ضفت في العقده. بعد ما دوزت عليها كامله بالناباج درتها في الكويغطات، وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كتجي معلكه هشيشه وبنينه بزاف. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ جمعتها في بواطه ووضعتها في الثلاجه ما تتيبش وما تترطابش. بغيتوها مده طويله ديروها في المجمد. كنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم. نتلاقاو في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.